بحب اتفرج على حاجه كوره وانا سايب ايديا كده، هو قاعد مستمتع وحاطط رجل على رجل وعايز اتفرج على مزيكا مش كوره، روح اتفرج على فرقه برشلونه والعيال الاطفال بتوع برشلونه اللي عنده 16 و17 ويا راجل اليمين يامال بقى نجم نجوم العالم وهو عيل صغير. الكوره اصبحت بتاعه العيال الصغيرين. قبل ما نتكلم وقبل ما تتخانقوا وقبل ما تزعلوا فكروا ببساطه شديده جدا في هذه المساله. لكن في مدرسه تانية شغاله، والمدرسه التانية دلوقتي اللي شغاله من خلال اكاديميتها واللي بتشتغل صح وبتخطط صح منيمه اوروبا من المغرب، منيمه اوروبا من المغرب. شيء طبيعي. عشان انافس واخد بطولات بعمل ايه؟ حاجتين عشان انافس واخد بطولات. حاجتين عرفت والله حاجه تتتين. اول حاجه بقوي نفسي، والثانيه اضعف منافسي. اقوي نفسي بس ده مش فير. اقوي نفسي واضعف منافسي. يعني ما تفتحنيش في الموضوع ده. المقارنه يمكن مختلفه شويه او صعبه شويه ان احنا نوصل للناس ديت. احنا عندنا الاكاديميات هنا عشان نكسب منها. الاكاديميات عشان نكسب منها. هم بيكسبوه. قطاعات الناشئين عشان نكسب منها. ده احنا عندنا موال تاني يا مولانا اسمه قطاعات الناشئين ومنتخبات الناشئين. قطاعات الناشئين بقى حاله يرثى لها، واللي بيحصل فيها حاجه عند لا الجميل. الناس في المغرب بيسافروا على بلجيكا وعلى هولندا وعلى البرتغال وعلى اسبانيا وعلى اماكن كتير جدا. ثقافه الغربه موجوده عندهم بدرجه كبيره جدا. المسافه قريبه بينهم وبين اسبانيا، بينهم وبين البرتغال، خدوا على ان هم يتكلموا كذا لغه. كل دي حاجات موجوده بتساعد على انه الناس اللي بره القاعده كبيره جدا جدا. والجامعه الملكيه المغربيه استفادت من وجود كشافين. كل دوله ليها كشاف او اتنين يلقط اهم المواهب. دي حاجه خارجه عن الاراده، لكن في نفس الوقت انت بتحاول تعوض ده بقيمه مكاني. يعني معادل القوه الحقيقي، انت لو بصيت على تشكيل منتخب مصر تعرف كم واحد فيهم؟ محمد السيد بس تحيه للمغرب والله. نعم. تحيه للمغرب. طبعا يعني انت تتكلم منتخب ناشئين، منتخب اولمبي، منتخب اول. بص تواصل الاجيال بمختلف الاعمار السنيه من كل جيل من دول هتطلع 5 6 هتلاقي ان منتخب المغرب على مستوى المنتخب الاول متسيد. ومنتخب السيدات هم نفس القصه. هم عملوا كده ازاي يا ابراهيم؟ هم سنه 2010 خرجوا من كل حاجه، كل المنتخبات خرجت والمنتخب الاول خرج من كل والمنتخب المغرب اعتقد ساعتها ما تاهلش حتى كاس الامم. قعدوا مع بعض نعمل مشروع ازاي للدوله، ازاي نبقى عندنا منتخبات قويه. عملوا حاجتين، اسسوا اكاديميه محمد السادس وجابوا راجل اسمه اوشين روبرتس، راجل من ويلز، راجل خبير، هو اللي طور الرخص التدريبيه في ويلز وهو اللي عمل كل حاجه. جابوه مسك برضه بيطوروا على مستوى المدربين. طبعا بينفستوا في المدربين جدا. كل ده شغل اوشين روبرتس. اوشين روبرتس اللي هو كان ماسك التكنيكال دايركتور بتاع اتحاد ويلز، جابوه فضل شغال معاهم 3 سنين. وحد لهم طريقه اللعب ما بين المنتخبات، كل المنتخبات بتلعب بنفس السيستم. طور لهم يعني زي الانفراستراكشر، حط لهم كل حاجه اللي تشتغلوا اللي هم شغالين عليها لغايه دلوقتي. لان الشغلانه بتاعت التكنيكال دايركتور دي شغلانه صعبه جدا ومش سهل ان حد يعملها. لازم يكون حد صاحب خبرات كبيره. النموذج بتاع المغرب ده بكل تواضع، ركز معايا، بكل تواضع ارجوك روح شوفه واعمل زيه بالظبط. هتقول لي انا التاريخ، هتقول لي انا اللي عملت، هتقول لي انا اللي اسست، هتقول لي انا جيت اول واحد، هقول لك على عيني وعلى راسي مفيش خلاف. بس هم جريوا، خدوا خطوات سريعه. رابع العالم منتخب اول، برونزيه الاولمبياد منتخب اولمبي، بطوله شمال افريقيا تحت 20 سنه، كاس افريقيا تحت 17 سنه. انت متخيل؟ يعني مش بس عندهم جيل فوق منتخب اول جامد، لا ده عندهم جيل هيسلم جيل هيسلم جيل. وعندك على الاقل من 10 ل 15 سنه المغرب متسيده. تاني احنا ساعات ربنا بيكرمنا وساعات بنكسب بطولات واحنا مصر واحنا اعظم دوله في كره القدم في افريقيا، كل حاجه معاك والله مفيش خلاف. يعني ده التاريخ اللي بيقول، مش انا اللي بجود. بس احنا اتاخرنا في خطوات.
وواضح ان الناس دي بتشتغل بنظام. يعني ايه؟ يعني احنا ساعات لما بنيجي بنكسب بجيل فلتة. والله منتخب الناشئين ده شكله فلتة، والله منتخب الشباب ده شكله فلتة، والله احنا عندنا الجيل بتاع المنتخب الاول 2006 و2008 و10 ده فلتة. لكن دول لا، من المنتخب الاول كسبان، منتخب اولمبي كسبان، منتخب شباب تحت 20 سنه كسبان، منتخب تحت 17 سنه كسبان، منتخب افريقيا للمحليين كمان نسيت، منتخب المغرب للمحليين كمان كسبان بطوله افريقيا. في كل حاجه كسبانين، كل حاجه. والله ما هو تقليل مننا خالص. انا بقول لك بكل تواضع، الناس اللي بتدير كرة القدم في مصر، يا سيدي شوف النموذج، يا سيدي شوف النموذج وطور عليه كمان، بس ما تقعدش تقول انا كده كده صح، انا كده كده جامد، تاريخيا جامد. دلوقتي في ناس سبقاك، الحقهم وتفوق عليهم لو تقدر. قدرت تلحقهم بس خير وبركه، قدرت تتفوق عليهم يا سيدي، لكن ما تقعدش تقول لي انا جامد، مش قوي دلوقتي تاريخيا. الصدوة يا جماعة أكيد لازم نقف كده وقفة ونعرف إن اللي بتعمله المغرب ده مش وليد الصدفة. يعني تميزهم في المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب أو منتخب الناشئين ثم منتخب الشباب وقبليهم منتخب الكرة الشاطئية اللي برضه تفوق علينا، ده مش وليد الصدفة، أكيد مش وليد الصدفة. فلازم إحنا نقف كده نتدبر مع الكلام ده ونفهم إن إحنا لازم ندي العيش لخبازه، ويبقى في أسس للتعيينات، يبقى في أسس للتعيينات. أنا بعين على أساس كذا وبعمل برنامج، والناس دي لازم تحتك بالشكل الفلاني وبوفر لهم احتكاك وامكانيات كذا كذا عشان يقدروا يحققوا ده، وابقى باصص لقدام مش باصص تحت رجليا. انا همشي كمان 4 سنين، هيجي مجلس بعديا يعمل ايه؟ احط النهارده انا الخطه دي عشان يجي بعديا يكمل، وهكذا. الموضوع سهل وبسيط للي عايز. يعني ان النجاح ليه مسببات ربنا سبحانه وتعالى امرك بيها في اي مجال كان، تاخد بالاسباب دي وتسعى، ربنا هيكرمك. ده مش كلامي، ده وعد رباني ربنا سبحانه وتعالى قطعه على نفسه، ان لا نضيع اجر من احسن عملا. انت اسعى واعمل اللي عليك وخد بالاسباب، هتلاقي توفيق ربنا نزل عليك. امتى بقى؟ دي بتاعت ربنا، بس هيجي بس اعمل اللي عليك. لكن مش طبيعي يا جماعه ولا منطقي ان احنا نخسر من المنتخب الاولمبي ونخسر منتخب الناشئين ونخسر منتخب الشباب ونخسر منتخب الكره الشاطئيه ونبقى بنتعامل مع الموضوع على انه حاجه عاديه او ان هي صدفه. معلش ده هي بس حظنا اليومين دول مش كويس، لا مش قصه مش كده. مرحبا أصدقائي، وصلنا إلى نهاية الفيديو. صراحة هذا الموضوع دار حالة ودار بوم في السوشيال ميديا وفي جميع المواقع التواصل الاجتماعي. إلا عجبكم القناة ديالنا والحلقة ديالهم وكذلك المحتوى اللي كنقدموه، ما تبخلوش علينا أصدقائي بالآراء ديالكم وكذلك بالاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد ديال قناتنا وقناتكم سبورت اكستريم. أحبكم في الله، إلى الملتقى.